أليكس. الثلاثي في خط المقدمة محمد عمر على الجهة اليسرى، آدم والناس على الجهة اليمنى. اليوم في غياب بغداد بصراحة، يعني إيقاف غياب كرت أحمر. تواجد عبد الصمد. عبد الصمد هو مدافع، ولكن اليوم المباراة الثانية في القسم الأول لعب مباراة أيضا كمهاجم، اليوم تواجد كرأس حربة. جيد والنتائج الجيدة. يمثل نادي الوكرة في هذا اللقاء سعود الخاطر في حراسة المرمى، خط الظهر مراد ناجي، جيرارد سانشو، لوكاس مينديز، نبيل عرفان، عاصم مدبو أهلا بك من جديد، مع عيسى العيدوني النجم التونسي، أيوب عسال، رضوان بركان، أمين زحزوح، والنجم الكبير لويس ألبرتو مع المدرب مورينو بيريز. بينما تشكيلة نادي الشمال حراسة المرمى بابكر سيك، وخط ظهر مكون من مصعب خضر، موفق عوض ظاهرين، ميتشيل ميلاد اللاعب الفلسطيني، وجيسون موريو اللاعب الكولومبي، أميد إبراهيمي ومحمد وعد، كويادو وآدم والناس، عبد الصمد ناصر يشارك كمهاجم لاعب السد المعار اللاعب الشاب، هو مدافع لكن بيلعب مهاجم دلوقتي مع غياب بغداد، مع وجود محمد عمر طبعا أحد روائع الدوري القطري السنة اللي فاتت والسنة دي. دي تشكيلة نادي الشمال زي ما قلت لحضراتكم، وعبد الصمد وناصر هو رأس الحربة للفريق مع المدرب. بس أهداف هذا الموسم بعمر 33 سنة. سلامات بابكر سيك حارس مرمى نادي الشمال، الحمد لله كويس، انطلاقة فردية لكن في فاول، سقوط على الأرض تاني. ايه الحكاية؟ ايه الحكاية دي؟ ملهاش دعوة بالتوقف اللي كان، الحاجات دي كلها ايه اللي حصل؟ إصابة في الركبة، كدمة. لو كدمة يبقى كويس، بلاش الالتواء. لو كدمة ماشي 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 ماشي. حذاء خبط في الرجل من ورا من غير ما يقصد ابدا، لكن الحمد لله كويس، قام زي الفل. كدمة، وانا قلت الكدمة افضل من الالتواء طبعا بكتير، ربنا ما يجيب اي التواء ولا اصابات لاي حد ان شاء الله. كمل بعد اللعبة دي، لسه نادي الشمال ضاغط، ولكن لوكاس مينديز يا ولد شوف أجل ازاي، فنت اللي عمله لما اتعمل عليه تاكلينج هو أجل ازاي، وبالتالي الطريق بقى مفتوح. جيسون موريو مدافع كولومبي رقم 24 باللون الأحمر، لعب لأندية برقم 24 باللون الأحمر، 33 سنة، الكولومبي قلب خط ظهر نادي الشمال. استخلاص اتعملت بسرعه وبشكل حلو قوي وجميل، ادي التحول من الدفاع للهجوم. محمد عمر الخطير، تصويبه ولكن على طول سعود الخاطر. مفيش بغداد بنجاح، ففي حاجات هتتغير في خارطه التعامل. يعني محمد عمر لو بغداد بنجاح موجود ما كانش عمل دي كده، كان بدأ يبص على التارجت الرئيسي للفريق. يعني ان شاء الله ضربه الراس، ضغط نادي الشمال بعد ضغط للوكرة، ضغط نادي الشمال. بقول لكم مباراة صعب جدا تتوقع نتيجتها. الدور الأول اتعادلوا 2-2، تصويبة ولكن إلى ضربة المرمى. الماتش حلو، لعب إيجابي، فرقتين عايزين يروحوا يجيبوا جول، ودي بالنسبة لنا احنا كمشاهدين أو كمعلقين هي دي المتعة. ادي محمد عمر الزاوية اللي حطها في البعيدة دي، محمد لعبناها كذا مرة، لسه 21-22 سنة محمد عمر، ما شاء الله عليه، سريع ومنطلق ودريبلر كويس، شوتينج كويس. من جديد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مصعب خضر بيروح لكن جاي معاه الحقيقة عسال وملتزم جدا جدا. لك خلي بالك بابكر سيك عملها لكن حظه كان كويس، مفيش بغداد بنجاح، وبالتالي كرات كتير بتروح بتضيع. نشوف آدم والناس النجم الجزائري الكبير، مفيش رأس بغداد بنجاح. اللي موجود مين؟ عبد الصمد ناصر اهو قدام حضراتكم. الشاب ده لسه عنده 21 سنة، لاعب جزائري جاي إعارة من نادي محمد وعد. محمد نادي السد إلى نادي الشمال. محمد بيلعب في اكتر من مكان، يلعب ستوبر، يلعب باك شمال، يلعب وسط مدافع. ادي كرة على طول نادي الشمال، انتشارهم كويس، لاقيين من بعض. صحيح دلوقتي الشمال الثالث والوكرة السابع، الفارق بينهم 8 نقاط،
لكن في النهايه المباراه هتكون صعبه. سعود الخاطر وبابكر سيك هيلعبوا دور كبير النهارده. الفار يخلي فيها حاجه. ممكن الفار يقول لسانشو، جيرارد سانشو اللاعب الاسباني لاعب هويسكا عمل اوبستراكشن صعب قوي قوي قوي، ممكن يتحول الى دفعه. وادي الناحيه العرضيه على طول، لمسه يد ولا ايه؟ حكم يقول العب، ترجع للعيدوني اللاعب التونسي نص الملعب. محاوله يا ولد، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، اختراق بشكل فردي جميل، تصويب يتصدى بابكر سيك حارس المرمى، ثم دفاعيا انقاذ بشكل جيد. برافو رضوان تاني من جديد، برافو المعلم والنجم الكبير كويادو اللي انا بحب الكره تروح له الحقيقه، تروح اقصى اليمين مصعب خضر. شوف راح فين، بص راح فين، بص راح فين، شوف مصعب خضر سلم وراح فين وعمل بالعرض خطر جدا، لكن متاخر يا عمر، متاخر يا عمر، متاخر 7 8 ياردات لانك انشغلت. ميل. ويا رب يا رب لكل دولنا العربيه ان شاء الله الحبيبه الامان والطمانينه باذن الله، واللهم انصر الاسلام والمسلمين دائما وابدا ان شاء الله. وتحضير والتصويب، ولكن الى ضربه المرمى، الى ضربه المرمى. ادي زحزوح بيغير مكانه كتير، زحزوح استلام بحركه بتحضير بمراوغه بتصويب، لكن جسمه مش معدول. عملها له كويس الحقيقه رضوان بركان، لكن هو الفينيشنج ما كانش كويس، الاتزان بتاع جسمه ما كانش كويس. ادي دوران اقصى اليمين، شفت اهو لمسه واحده لمسه واحده لمسه واحده لمسه واحده بالفعل، ولكن انقاذ. برافو مصعب خضر، برافو يا مصعب، برافو يا مصعب. اجمل ما في مصعب خضر دائما تمركزه. بص هو هناك فين، بص بص هناك فين، بص مصعب خضر فين، اهو اهو، وهو بيتفرج بيشتغل، وهو بيتفرج بيتحرك. ورضوان بركان النجم الجزائري لاعب شبيبة القبائل السابق يبحث عن نفسهم فيهم يا جماعه. سجل في 11 وصنع 11 رقم محترم. اوهو خطأ كبير جدا جدا. ضغط نادي الوكرة، قرب من اول اهداف اللقاء، قرب من اول اهداف اللقاء، ولكن مين اللي حرك القائم من مكانه؟ نعم زحزوح، زحزوح وحد زحزح له القائم، زحزوح حد زحزح له القائم، حد حركه من مكانه. شوف لعيبه الوكره، شوف الجديه، شوف الروح، شوف القلب، شوف الاحساس بالمسؤوليه، شوف زحزوح وزحزحه القائم بالفعل وانقاذ، لان اتاخر. بص 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 يا جماعه، بص هي مش عايزه لغايه دلوقتي، مش عايزه لغايه دلوقتي. ومورينو بيريز عيدوني راحت يطلعها على طول وينقذها موفق عوض، تروح ناحيه اليمين على طول، انتشار حلو قوي. اول اهداف اللقاء ولا ايه؟ اول اهداف اللقاء ولا ايه؟ لكن لا لم يسمح ابدا لاعب الوكره بهذا الامر. وبرافو العسال، والناس حاول لكن لسه مش مؤثر في اتجاه المرمى. تاني من جديد، انا عاجبني جدا 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 كويادو. محمد عمر كويس، ادي 1 2 يا لعيب يا كبير، يا لعيب يا كبير، يا لعيب يا كبير. الله الله الله. 4 نقاط عن الغرافه حتى الآن. ضربة حرة لصالح نادي الشمال، ضربة حرة. كويادو ولا مين؟ كويادو ولا مين؟ حائط صد على طول يا ولد، لكن في صفارة، لكن في بص اهي، وراحت نازلة على تحت. صح بنسبة كبيرة مش هتتحسب ضربة الجزاء. يعني حكم الفار محمد الشريف ومعاه يوسف عارف طلبوا عبد الهادي الرويلي، قالوا له تعالى لو سمحت احنا شايفين ان ممكن ما تكونش ضربة جزاء، انت صاحب القرار تعالى شوف، انت صاحب القرار اللاعب رقم 40 من نادي الوكرة لم يقوم بلمسة يد، وضع اليد طبيعي، القرار اسقاط. طيب يا جماعة يا جماعة يا جماعة، مفيش بغداد وعبد الصمد، بعيد 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 بعيد. عودة تاني أقصى اليسار، 2 على 2. برافو لعيبة الشمال الحقيقة، تنظيمهم الدفاعي ممتاز. يا ولد يا عيدوني، يا ولد يا عيدوني، ضربوهم بشكل حلو قوي. لو بالعرض خطر، بل فيه لعيب واحد فقط. اوه فاول 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 لصالح عسال. والناس رجع وعامل فاول. والناس فاول يا والناس. زعلان ليه؟ يعني زعلان ليه؟ يعني هو الفكرة ان انا اعترض وبس. انت لعيب كبير طبعا، فنان طبعا، لكن فاول.
وعد دخل في العمق محمد، اتغير دوره شويه عن الشوط الاولاني. وادي والناس 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 والتصويبه على طول من كويادو، حائط صد قوي، ضاغط نادي الشمال، سيطره مستمره الى والناس النجم الجزائري الموهوب، تاني منه على طول الى كويادو، أليكس كويادو شالها شيل، لكن دفاع ممتاز، دفاع ممتاز. مراد ناجي، مش كده ولا ايه؟ انطلاق من جديد، أميد إبراهيمي، أميد تاني والناس، يا ولد على الفنت الجميل بتاع سيزر، تاني يعمل بالعرض حلوة قوي، لكن تمركز دفاعي جيد. عرفان، برافو يا عرفان، تروح إلى كويادو، لكن يخلص على طروقه من نص الملعب. الحقيقة خسارة دفاعيا لكن حفاظا عليه. وادي العرضية الخطر، يا ولد يا ولد، ضربة الرأس ضعيفة شوية يبدو ذلك. رضوان بركان أهو هداف الفريق بتمن. فهد وعد في الجبهة الشمال، هنا حارس المرمى وتواجده. مراد ناجي وكراته العرضية الحلوة، ضربة الرأس لكن ضعيفة. الأسباني مع نادي الوكرة متخصص الكرات الثابتة، حلوة قوي 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 قوي، لكن حلوة أيضا من دفاع نادي الشمال بشكل جميل. رضوان بركان، لكن في ضربة مرمى يبدو ذلك، يبدو ذلك. غريبة جدا اللعبة اللي فاتت، غريبة اهي. دي ضربة ركنية، دي ضربة السادسة هذا الموسم، وسيتجمد رصيده عند نقطة رقم 34 يبدو ذلك. ادي بغداد بونجاح وعطال لاعب نادي السد، وبغداد مهاجم نادي الشمال. بص لعيبة الوكرة بالتالي انتشارهم بيبقى عريض. ادي على طول 1 على 1، ادي 1 على 1. كويادو، كويادو يصوب، لكن من عمر المباراة والتعادل لا زال 0-0 بين الفريقين. الجولة رقم 18 بعد توقف عاد الدوري القطري من جديد. أمامية، أمور تسير على ما يرام. انطلاقة تاني، يا ولد يا ولد يا ولد، مش ممكن مش ممكن، مش معقول، مش ممكن مش معقول، مش ممكن مش معقول. ضاعت فرصة لا تضيع، ضاعت فرصة لا تضيع. عبد الصمد بوناصر هو أصلا مدافع، الولد 21 سنة، هو أصلا مدافع، لكن شوف عدى ازاي ومر ازاي واخترق المنطقة ازاي، لكن الفينيشنج كاس الأمامي. اوهو يا كلام يا رجل، ده كلام يا رجل، لكن الدفاع يقوم بالواجب. 2 واقعين على الارض، خطر جدا. تاني على طول نادي الشمال ونادي الوكرة بيضغط وبقوة، لكن في صفار. سلامات جيسون موريو، سلامات مصعب خضر، وعد عدى كويس الحقيقة. فهد القرار النهائي بطاقة حمراء. إذن كارت أحمر لرضوان بركان، طرد. بص هو بيعتذر ازاي وبيسلم على اللاعبين ومعترف بالموضوع تماما. وهنا الفار دوره مهم جدا جدا. بص هو جاي من هناك، جاي من هناك طبعا، يعني فيها نعم ميشيل وسانشو. ادي الكرة على طول، الضربة الركنية عدت، خطر جدا يا ولو، عملها 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 وكلمته قالها. بوبريم اللاعب الاسباني المعار من نادي السد الى نادي الشمال في الوقت المناسب في المكان المناسب، يسجل الهدف المناسب مع تصفيق وتحت انظار الهداف الذي دائما مناسب بغداد بونجاح. 1-0 للشمال، لا تراجع.